أحداث جديدة هنعيشها مع الكرة المصرية، وفي أخبار ممكن تطلع بكرة أو بعده أو خلال يومين بالكتير عن وقف كهرباء أو لجنة الانضباط هتصدر عقوبة ضد وقف كهرباء 8 ماتشات أو 8 مباريات، وده اللي بيسعى له نادي الزمالك للإطاحة بكهرباء عن ماتش السوبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين قناة محمد الدهشان. فيديو جديد وحصر على قناتي. بتمنى في البداية نعمل لايك للفيديو، لأن اللايك بتاعك ده دعم منك ليا، ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. وفي البداية كده صباح الفل على كل اخواتي وحبايبي المحترمين اللي بيتابعوني، وصلوا على النبي في البداية قولوا على الصلاة والسلام. نادي الزمالك بقاله يومين 3 شغال ضغط على المنظومة كإعلاميا عشان يطبقوا عقوبة كهرباء اللي لجنة الانضباط اخدتها ضد كهرباء، ويوقفوا 8 ماتشات عشان يتوحوا بكهرباء عن ماتش السوبر، وعشان يرازوا في كهرباء من الاخر. نادي الزمالك مستعد يعمل اي شيء عشان يرازف كهرباء وعشان يبعد كهرباء عن ماتش السوبر. ولكن يا جماعة طبعا عشان العقوبة دي تتطبق ضد كهرباء هتبقى فضيحة. ليه بقى؟ لان رئيس نادي الزمالك شتم كهرباء في المؤتمر الصحفي بعد ما كهرباء اخطأ. كهرباء اخطأ، ولكن رئيس نادي الزمالك اخطأ. فعشان كده لجنة الانضباط لما هتيجي تصدر عقوبة لازم تحقق مع الطرفين، ولازم العقوبة بتاعة رئيس نادي الزمالك ونجم نادي الاهلي اللي هو كهرباء او محمود عبد المنعم كهرباء، لازم العقوبة بتاعتهم الاثنين تصدر في وقت واحد، ولازم الاثنين يتعاقبوا. ما ينفعش كهرباء يتعاقب ولسه رئيس نادي الزمالك ما تعاقبش. الاثنين يا جماعة هي ملف واحد، القضيتين ملف واحد، لان كهرباء اشتكى ورئيس نادي الزمالك اشتكى. فانت النهارده عشان تيجي تعاقب كهرباء، طب ورئيس نادي الزمالك؟ طب افترضنا المحكمة النهارده مثلا حكمت على رئيس نادي الزمالك بعزله، ما بقاش رئيس نادي الزمالك، ايه الوضع دلوقتي؟ طبعا القضية خلاص سقطت، لان القضيتين الاتنين مرتبطة بقضية واحدة. رئيس نادي الزمالك اشتكى كهرباء، وكهرباء اشتكى رئيس نادي الزمالك ان هو شتمه وسبه. فهنا يا جماعة لجنة الانضباط ممكن الفترة اللي جاية نشوفها بتصدر عقوبة ضد كهرباء، مع ان الحاج عامر حسين اللي هو عضو رابطة الأندية طلع قال لا يوجد أي عقوبة على كهرباء. طلع قال لك مفيش أي عقوبات على كهرباء وصلتنا من لجنة الانضباط لاتحاد الكورة، واللي بيعلن عن العقوبات هي لجنة الانضباط مش اتحاد الكورة. لما إعلام الزمالك طلع قال لك إن الجواب بالعقوبة اتبعت من لجنة الانضباط لاتحاد الكورة، وقالوا لك هنعلن في وقت بعد كده، او لما الوقت يسعفنا ان احنا نعلن عن عقوبة كهرباء هنبقى نعلن. الراجل طلع كذب الكلام ده. ولكن يا جماعة اشمعنى في التوقيت ده قبل ماتش السوبر ما بين الاهلي والزمالك طالعين نتكلم دلوقتي في موضوع العقوبة؟ وطبعا لو لجنة الانضباط طلعت قرار بايقاف كهرباء هتبقى فضيحة. انت جاي قبل ماتش السوبر تلجم النادي الاهلي قدام نادي الزمالك، جاي تعمل دلوقتي خلل داخل النادي الاهلي قبل ماتش السوبر. المفروض ان انت تهيئ الاجواء للفرقتين، مش للاهلي بس، لا للاهلي وللزمالك، عشان احنا هنلعب في دولة مش مصرية، هنلعب في الامارات، عشان ماتش يطلع في النتيجة في النهاية يليق بالكرة المصرية. بغض النظر عن مين هيكسب يا جماعة، ممكن الزمالك يكسب وممكن الاهلي يكسب، ولكن احنا عايزين اداء وروح وانضباط داخل الملعب. مش عايزين نشيل اللعيبه دلوقتي من بعضها عشان تطلع قرار دلوقتي يبقى انت بتشيل النفوس من بعضها، هتبقى فضيحه يا جماعه، هتبقى فضيحه وسقطه من سقطات الكره المصريه. نروح بقى يا جماعه للاحداث اللي حصلت. تعال بقى نروح لرئيس نادي الزمالك، او نخلينا في الاول كده. نادي الاهلي اتحرك بسرعه لما عرف ان لجنه الانضباط ممكن تصدر عقوبه ضد كهرباء. الاهلي اتحرك عشان يشوف ايه الموضوع ده او ايه النتيجه اللي هتحصل في النهايه. نروح لكابتن احمد حسام ميدو اللي طلع قال تصريح والله العظيم بنفس الصيغه بتاعه اعلام الزمالك ورئيس نادي الزمالك، بنفس الصيغه وبنفس الاسلوب وبنفس المنطق وبنفس التفكير. تحس ان الناس دي كلها يا جماعه بتردد الكلام ورا بعضها وتفكيرهم كل واحد. بقول لك ايه بقى؟ بقول لك نادي الزمالك ظلم في هذه البلد لسنين طويله. ظلم لان الناس بتستسهل اي نادي معين دائما يحصل على اكبر حقوق رعايه، ويتركون الامر يسير كما يسير. طبعا كابتن احمد حسام ميدو بيلقح على النادي الاهلي ان هو تعاقد مع شركات رعايه بالمليارات، ونادي الزمالك تعاقد مع شركات رعايه اللي هي بتراب الفلوس بمعنى اصح. يا كابتن احمد احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ان طبعا اي شركه رعايه لما بتخش تتعاقد مع نادي، لان الشركات دلوقتي كلها خاصه ما هياش حكوميه،
الشركات خاصة، ما هيش مؤسسات تبع الدولة. فالشركات الخاصة دي بتروح للأكبر شعبية. كل ما شعبيتك الجماهيرية كانت أكبر داخل مصر وفي الوطن العربي، كل ما الفلوس بتبقى في إيدك أكتر، كل ما بتاخد أكتر. وكمان ما شاء الله عايزين برضو نسلط الضوء على حاجة جميلة. إعلام الزمالك ورئيس نادي الزمالك انتوا قاعدين 24 ساعة ما بتتكلموش الا عن النادي الاهلي. فانت بتساعد الاهلي ان هو يحصل على اكبر عدد ممكن من كميه شركات الرعايه اللي هي تمول بفلوس ضخمه. ليه؟ لانك انت بتثبت للناس ان الاهلي هو الاكبر شعبيه وهو الافضل في مصر وفي الشرق الاوسط وفي الدول العربيه او الوطن العربي، خصوصا ان نادي الزمالك انكشف في حده الشعبيه بسبب الاستفتاءات. ايوه يا جماعه، امال نادي الزمالك عمل مشكله ليه مع رابطه الانديه وحاول ان هو يلغي الاستفتاءات؟ بسبب يا جماعه الجماهيريه والشعبيه. دي اثبتت ان النادي الاهلي هو الاكثر شعبيه. انت فين التصويت بتاعك كزمالك اللي انت بتقول ان انت عندك 90% جماهيريه في مصر وفي الوطن العربي؟ يعني انت بتدي الاهلي 10%. طب ال 10% دول بتوع الاهلي هل يخلي الاهلي في الاستفتاءات يوصل 90% وانت 10%؟ لا طبعا مش طبيعي. فيا جماعه نادي الاهلي الاكبر شعبيه في مصر وفي الوطن العربي وفي الشرق الاوسط، عشان كده نادي الاهلي دايما تلاقي شركات الرعايه هي اللي بتجري وراه. نروح بقى لتصريح لرئيس نادي الزمالك عشان اعرفكم يا جماعه الناس دي حاطه كهرباء في دماغها. الناس دي مش مكفياهم ان هم مشي قانوني وكهرباء اتوقف 6 اشهر والموضوع بقى في ايد المحكمه الدوليه الرياضيه وان الراجل كده كده هيدفع الغرامه. لا مش ساكتين، احنا عايزين نرازف كهرباء، عايزين نرخم على كهرباء وخلاص، عايزين نزعل كهرباء، وبنتمنى اليوم اللي نشوف فيه كهرباء مكسور وموقوف وما بيلعبش كوره. رئيس نادي الزمالك بيقول لك ايه؟ بيقول لك بالنسبه لموضوع كهرباء نحن لسنا نائمين، وهناك مؤامره من داخل البلد بشان هذا الامر، ولن اتحدث عنها الا عندما احبطها. المؤامره من الخطيب ومحامي ممدوح عباس. بيقول لك المؤامره من كابتن محمود الخطيب والمحامي بتاع كابتن محمود، ومن ممدوح عباس والمحامي بتاع ممدوح عباس. طبعا يا جماعه انا مش عارف رئيس نادي الزمالك بيجيب الكلام ده منين. يعني ايه مخطط على نادي الزمالك وعشان كهربا ومحامي ممدوح عباس داخل في الموضوع ومحامي كابتن محمود الخطيب داخل في الموضوع؟ ما هو الطبيعي ان كابتن محمود الخطيب يقف جنب اللاعب اللي بيلعب في النادي بتاعه، ولان كهربا دلوقتي هو افضل لاعب في الدوري المصري. ما هو من حق الاهلي ان هو يقف جنب اللاعب بتاعه ويحاول يماطل في العقوبه. انا كاهلي النهارده لو كهربا معاه مثلا 50 مليون جنيه وهيدفعهم لنادي الزمالك النهارده، لو انا كرئيس نادي هقدر ان انا امدله الوقت ان هو يدفعهم لنادي الزمالك بعد 6 شهور، هخليه يدفعهم بعد 6 شهور. لان ال 50 مليون دول لو انحطوا في البنك جابوا فوائد، جابوا لهم 10 مليون بقوا 60 مليون. يقدر اللاعب عن طريق ال 10 مليون اللي زادوا دولت فوائد يدفع الغرامه بتاعته مرتاح. فالنهارده حق الاهلي ان هو يدافع عن كهربا. الاهلي ما بيدافعش عشان كهربا ما يدفعهاش، لا الاهلي بيماطل عشان كهربا يقدر يجمع الفلوس. طبعا يا جماعه انا وصلت لنهايه حلقتي، اتمنى في النهايه نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. واستنى في حلقه جديده، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.